السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد من صلاة نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم فيديو جديد. جيت نشارك معكم الحلوى الخالط اللي كتجي رائعة في المذاق ديالها، في الهشاشة ديالها، وكتذوب في الفم وتصلح لجميع المناسبات، الأعياد، الضياف، الكوتي. إلا كنت أول مرة كتشاهد القناة ديالي كنقول لك مرحبا بك وألف مرحبا. ضغط على زر الاشتراك اللي كيتواجد تحت لا فيديو، ضغط على زر الجرس باش يوصل لك كل جديد. وإلا عجبك لا فيديو ما تبخلش عليا بشي لايك وشي كومونتير زوين بحالك، وتبارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده فضلا منك وليس امرا، باش القناه ديالنا هكذا تزيد تبان عند ناس اخرين وتكبر بكم. الله يكبر بكم. هاد الحلوى معروفه في الشمال وكل واحد كيعمل فيها التقاوت على قدر الجهد ديالو، على قدر المستطاع. انا هنشاركها معكم بواحد القياس اللي كيعطيها واحد البنه، واحد الهشاشه. بقاو معايا في المكونات. بالنسبه للمكونات ديال الحلوى ديال الخليط، عندنا نص كيلو ديال الزبده، كاس السكر، كاس الزيت، جوج بيضات، 100 حتى 120 غرام ديال اللوز، 100 حتى 120 غرام ديال الزنجلان. بالنسبه للوز مضروب اما في الهشواخ اما مقطع بالموس ومحمص. الزنجلان كذلك حتى هو محمص. هنا عندي جوج معالق ديال حبه حلاوه مع جوج معالق ديال النافع. وطبعا هذه نسموهم، غنسمو هذه الحلوى ديالنا بشويه ديال القرنفل، قرفه، قبصه الملح دائما لتصحيح الذوق، والخماره ديال 20 غرام. ما توفرتش عندكم عنده 3 ديال الخمارات ديال 7 غرام، وواحد الحبه ديال جوز الطيب. وهادو هما المكونات. بقاو معايا في الطريقه. بالنسبه للطريقه غادي نبدا بالزبده والسكر والزيت باش تدمج دغيا، حيت الزبده قاصحه شويه. غادي نضيف غنضيف هاد اللوز والزنجلان وحبه حلاوه محدهم دافيين شويه باش يعاونني باش تمتزج لي الزبده مع السكر والزيت. سينون الطريقه العاديه ديال دائما كنعملوا الزبده مع الزيت والسكر، كنخلطوهم حتى كيرجعوا بوماده، كنزيدوا بيضات، عاد كنزيدوا هاد النواشف والدقيق طبعا على حسب الخليط ديالنا. وكتكون طبعا رطيبه نتوما تشوفوا معايا. كيف ما لاحظتوا يعني غادي نخدم معكم القياس ديال نص كيلو د الزبده. طبعا كنخرج لي كميه كثيره، اللي كان الواحد غير في الدار ديالو مع وليداتو يقدر يعمل غير 4 كيلو. غنخلي لكم القياس يعني النصف ديال هذا القياس هذا في صندوق الوصف ان شاء الله. بالنسبه لنص كيلو ديال الزبده استعملتها نباتيه. هنا ضفت الزيت والسكر، ضفت هاد التقاوت هادو محدهم دافين باش يعاونوني باش الزبده ديالي تذوب شويه. سينون الطريقه كيف ما شرحت لكم واضحه، اللي كنعملو دائما في الحلويات، الزبده مع الزيت والسكر كنخلطوهم، كنزيدو بيضات، عاد نزيدو التقاوت، عاد موراهم الطحين والخميره. هنا ملي ضفت الزبده والزيت السكر، هذا التقاوت ديالنا، كنبقاو اختيار ديالكم. يعني تقدروا تعملوا 100 ولا 120 غرام كيف ما قلت لكم من الزنجلان ومن اللوز، مع جوج معالق كبارين د حبه حلاوه، جوج معالق كبارين د النافع. تقدروا تزيدوا حتى شي كاس ديال الكاوكاو الا بغيتوا. انا ما كيعجبنيش المذاق ديال الكاوكاو في هذه الحلوه هذه، ولكن كيبقى اختياري. الا بغيتوا تضيفوه ضيفوه. كذلك الزبيب، الزبيب الا بغيتوا تعملوه بالنسبه للكاوكاو الا عملتوه طبعا غادي تحمصوه، يعني غتقطعوه بالموس ولا هشيوه في الهشواخ، عاد تحمصوه باش ديك التقرميله كتدخل له من داخل. وبالنسبه للزبيب كذلك، الا استعملتوا الزبيب قطعوه بالموس، ما تعملوش الحبات الزبيب كبارين باش ملي يجيو نقطعوا الحلوى ديالنا بالكاس، تبغي تقطع ما يجيوش ديك الجنابات ديال الحلوى مخربقين، يعني معوجين. خصها تجي الدائره ديالها مزيونه. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي. المهم بالنسبه انا قلت لكم تقاوت، بغيتوا تزيدوا الزبيب ولا الكاوكاو كيبقى من الاختيار ديالكم. هنا بقيت كنخلط ديك المكونات كاملين، ديك التقاوت مع الزبده الزيت السكر والمنسمات. بالنسبه للمنسمات، القرفه مضوبله 4 المرات على القرنفل، حيت لوغو ديال القرنفل ما كيكونش واضح في هذه الحلوه هذه بحال الحلوه ديال التمر، كيكون المذاق ديال القرنفل غلب. هنايا كنعمل غير نصف ملعقه صغيره ديال القرنفل، اما القرفه ملعقه كبيره كيف ما كان موضح في الفيديو. صافي ملي لاحظت ان ديك المكونات امتزجوا، زيت ديك جوج بيضات يعني كومبلي بالصفار ديالهم بالبيض ديالهم. عاوتاني خلطت واحد شويه وبقيت كنضيف الدقيق طبعا كنغاربلو. هانتوما كتشوفوا يعني تقدر طيح شي حاجه في الشكاره، تقدر تبرد، تقدر مهم يعني ضروري خصكم تغربلوا الدقيق وخا تكونوا متاكدين انه طري. هنايا الخميره كذلك، شوفوا الخميره يعني واخا كتكون يلاه جبتوها باقا طريه، ديك الكويرات ديالها ما يمكنش نخدموا بها بلا تغربيل، ضروري غتغربلوها. صافي هنا غادي نبقى نحاول نخلط هاد الدقيق والخميره مع الحلوى ديالي، مع المكونات كاملين، حيت كتما هذه اخر اضافه غنبقى نضيف دابا هو الدقيق ما عطيتولكمش بالعبار، على حساب ان البيضات كل واحد قداش يستعمل بيضات كبارين ولا صغارين على حساب الدقيق. كاين اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. كاين اللي هذه يكون استعمل لوزه ولا زنجلان اكثر مني.
أو لا قل مني لهذا. ما عطيتكمش دقيق بالعبر، ولكن أنا نعطيكم واحد السر كيفاش تعرفوا أن الحلوى ديالكم اكتفت من الدقيق. أنا خليت لكم هاد الصورة هادي إلا بغيتو توقفوا الفيديو وتكابتيرو ليكرون ويبقى لكم القياس ديال النصف ديال القياس اللي استعملت أنا، يعني 4 كيلو ديال الزبدة كيدير غير نص كاس ديال اللوز، نص كاس الزنجلان، واحد مغروفة كبيرة حبة حلاوة، وحدة ديال النافع، نص كاس السكر، نص كاس الزيت، قبيصة د الملحة، شوية كوزة، شوية قرفة، شوية قرنفل، الدقيق، و10 غرام فقط ديال الخميرة، يعني ساشية حمراء والنص. هذا بالنسبة لنصف القياس. نكمل لكم على الدقيق باش تعرفوا أن الحلوى ديالكم اكتفت، يعني العجينة ديالكم اكتفت من الدقيق. نتوما كتخلطوا نتوما كتشوفوا إلا كانت باقا كتلتصق في البانيو ولا في القصعة كيف ما كتشوفوا. كنجبر فيما كنقلب ديك الكرة كنجبرها باقا شوية كتلتصق في البانيو، كنعاود نزيد شوية ديال الطحين ولكن بالعبار، يعني كنعملو غير شوية هيدا مغربل، واحد الغبيره، وعاوتاني كنعاود لك. شوف هنايا عاوتاني باقي كنجبرها، يعني واخا كتشرب لي ديك الدقيق كامل الا قلبتها وشقلبتها وجبرتها باقا كتلتصق في البانيو، حيت كتكون باقا كتطلق الزبده. شوفوا هنايا هات بالكم حط لي في الزبده باقي في يدي. الجو بارد يعني صراحه، الجو بارد يعني ما كيعاونش في الخدمه ديال الحلوى ديال الزبده. كنقول لكم في هاد الحلويات ديال العيد كامله وقعت لي. صافي هنا غنبقى نخلطها باي طريقه، تدلكوها تخلطوها تكوروها. شوف هنا باقا كتلتصق، الوغ غادي نزيد لها واحد شويه. صافي هذه اخر غبيره عندي ديال الدقيق، وها هي عندي واجده العجينه ديالي ديال الحلوى. هنا غادي ندوز معكم الطريقه ديال التشكيل، يعني عاديه بسيطه، ما كاين لا طابع لا والو، كل غير بالكاس فقط. هنايا العجينه ديالي واجدات وما كتشوفوا كيفاش هي هشيشه. نعمل فيها الصباع ديالي، هات بالكم الصباع ديالي بسهوله كيدخل في العجينه. ايوا صافي ها هي الحلوه ديالي واجده. الا بغيتو تشكلوها يعني كويرات، ما بغيتوهاش هكداك مبسطحه بالكاس، تقدروا تعملوها كويرات ماشي مشكل. الا عندكم شي مرشم تعملوها كويرات من فئه 20 غرام، ما تفوتوهاش باش تجيكم الحلوه ديالكم من داخل طايبه مزيان ومقرمشه. ما تفوتوش شي 20 غرام في الحبه، وزوقوها بشي مرشم. ولكن الطاوه ديالكم غتفرشوها بالسولفيغيزي. هذه شيء مفروغ منه في زعما في الخدمه ديالي انا، شيء مفروغ منه السولفيغيزي في الطاوه. بالنسبه للطريقه انا اللي كتعجبني بها هاد الحلوه هذه، هي هاد البلاستيكه. كتعمل بلاستيكه من تحت وبلاستيكه من فوق، وطريف د العجينه، ما كنرشوا لا دقيق لا والو. كنبقاو ندلكوها بالمدلك حتى كتوصل لواحد السمك في متوسط، يعني ماشي رقيقه بزاف باش ما تهرسش، وماشي غليظه بزاف، عفوا، وماشي غليظه بزاف باش تجينا مقرمله. يعني كتعجبني في هذا القياس هذا. يعني هانتوما غادي تشوفوا، نوضح لكم، غنقرا لكم الصوره. ما فايتاش شي واحد 6 ديال الميليم في السمك ديالها. وإلا وزنتوها غتجبروها عندكم فيها 20 غرام. انا كنخدم بهذه الطريقه، يعني عارفه ان الحبه فيها 20 غرام. الطريقه ديال التزيين ديالها سهله، يعني غير بهذا الملقط، يعني لهذا فمدينه العلائش كيقولوا لها الحلوى اللقيطه، حيتاش كتزين بهذا الملقط. ولكن بشكل عشوائي، ماشي ضروري ديك الزواقه تكون واضحه بحال الحلوى ديال التمر، يعني بشكل عشوائي غير باش كتاخذ لنا السكر كلاصي، كتبغي تشرب ديك السكر كلاصي ملي كتوجد. صافي بالنسبه للطريقه ديالي انا ما كنستعملش هاد كل حبه نزينه، انا غير باش نشارك معكم. هيدا يعني كيضيع لي الوقت. الاسرار كاملين الحمد لله كنحاول نشاركهم معكم. اللي بغات تمتهن هاد الحرفه ديال الحلويات من المنزل ديالها باش تسهل عليك المأموريه، تقدر تعمل الطريقه اللي كنعمل انا. يعني غنبقى غير نقطع بالكاس وننزل في الطاوه، نقطع وننزل في الطاوه، وهذه نقشه في وقت واحد كيف ما هو موضح في الفيديو. يعني كناخذ ديك الملقط في يدي وكندوز عليهم كاملين. بالنسبه هنايا الكميه اللي خرجت لي الحلوى كتخرج لي هاد الطاوه هذه عامره، يعني كنلصقهم ببعضهم كيف ما كتشوفوا. هي ما كتكبر ما والو، واخا هي فيها الخميره ما كتكبرش. الخميره كتعاوننا غير باش ديك الهشاشه ديالها كتبقى هشيشه، ديك الخميره كتعطيها ديك الهشاشه حتى هي. صافي غنكمل الطريقه ديال التزيين ديالي هي هذه. غنصيفط الفران ديال الزنقه، انا كتعجبني الحلوى الفران ديال الزنقه، الا كانت عندي شي كميه قليله هيدا كنعملها في الدار. الفران الزنقه اصلا كيعطيو ديك الريحه ديال العود في الحلوى، كتحس بان الحلوى ديال زمان الوالدين ديالنا كيف ما كنا دائما كنديو الحلوى للفران ديال الزنقه. المهم اللي كتعجبها حلوى في الفران ديال الزنقه تخلي لي في لي كومونتير. راه الصراحه كاين فرق بينه وبين الحلوى ديال اللي طايبه في الفران ديال الكهربائي ولا الغازي ديال المنزل. نعم، نكون وصلت معكم لنهاية لا فيديو. الله يجازيكم بألف خير اللي وصلت معايا حتى لهنا. تخلي لي شي لايك، اليوتيوب يقترح فيديو ديالي على ناس اخرين. هكذا تكبر القناة ديالي بكم، الله يكبر بكم وتعم الفائدة كذلك، فضلا منكم وليس أمرا. شحال واللي باقي ما اشتركش، راه أكثر من 50% د الناس اللي كيتفرجوا في لي فيديو ما مشتركينش. يا اختي ما تخسر والو، لا تكيتي على ديك الزر الاشتراك
النهار اللي غادي ننزّل أنا فيديو نهارية، نهار يومين لا، نهارية 3 أيام لا، غادي يوصل لك واحد الإشعار باللي قناة شهوة أمين نزّلت واحد الفيديو فلان فلاني. إلا كان عندك شي وقيتة وعلى خاطرك دخل وتفرّج، مرحبا وألف مرحبا، تستافد أنتِ واستافد أنا. ما كانش عندك الوقيتة ماشي مشكل، نهار آخر عاوتاني غادي طيح في ديك الفيديو غادي تتفرّج له. الله يجازيك بألف خير. خلّيو لي في لي كومونتير كيف جاكم الفيديو، كيف جاتكم الحلوى، صراحة كنتمنى تجربوها. الحلوى ديالي كتجي هشيشة وكتذوب في الفم، واعد مني إلا جربتوا هاد القيس عمركم ما غتبدلوه. إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع ألف سلامة، السلام عليكم.